أو نون نسوة ساكن خوي فعلك ساكنة إيش تأثير يناك. أما نون توكيد علي أدرسن ابناك لسر فتح ضله. نون توكيد وش وهي نون توكيد خفة معناها ثقيلة معناها خفك مشددة خفك مشدد نية ثقيلك مشددة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باسي فعلي ماضي ماكر، باسي فعلي أمر ماكر، زاني من أودو فعل مبنية خوي دوم مضارعة كتشوف أقصى كلا سري زيادة براسي ناصب ديتا سري جازم ديتا سري سين فعل من هي فعل مضارع، فعل مضارع معربة يعني مبنية معربة باسي ما كذ فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، فعل مضارع كاتي اتصال كألف واو ياء بيت سري بيت أفعال خمسة باسي ما كذ، أو فعل أصل فعل مضارع معربة باش علامة شي نشانه هي على سين وسوف، سين وسوف. يكتب فعل ماضي مضارع أمره أتواني بس سين وسوف جاء كيتو سيكتب سوف يكتب، فأم سين وسوف نشانه كواك أو فعل كاتي أو سين وسوف ورقرية يعني سينكي لسربية سوف كالسربية أو دليل يبالغيه لسر أول شيء كوا أو فعل مضارع. سين وسوف معناه استقبال أو اشتلا مستقبل أبيه، يعني مستقبل معناه إنه يدور بيه هالدواء قصة كذا في أوتري مستقبل. سأقرأ سوف أقرأ باش فرق بين سين وسوف تشيا علين سينك ومستقبلك قريب أبو كواشتين يزيك سأكتب سأقرأ، أما سوف ومستقبلك دورا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي. باش بوتيان بو سوف هنا سوف بمستقبلك دورا. قالوا حتى يتحين وقت إجابة الدعاء، يعني كاتي دعابك كاتي استجابة به. وقالوا في الثلث الأخير والله أعلم شون مفسر كانوا علين أكلين أو كاتي يعني تأخيرك الدعاء كيبويان أو دقي دعاء كربويان وتي سوف حتى لكاتي به خوي قول دعاء قبولك. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، فسوف مستقبلا سوفش بلقي لسر أو فعلي دواي فعليك مضارع. سين سوف إعرابيان شيء هذا حرف يفيد التنفيس، التنفيس معناه إلى مستقبل محلي هي محليان هي الإعرابة. باش الشرطي أن فعل مضارعة شيء أن يكون في أوله حرف من حروف أنيت. شرطي أويا حرف يلمح أشوار حرف لي كميبيا أو حرفانش بو أو معنى نبي كوا تيتي مثلا ألفك بو متكلمة، قرأ يقرأ ماضية، قرأ ماضية، أقرأ أكتب أدرس بو متكلمة ألفك. أينك لأنيت ألينك بو متكلمك وكسانة تشتغل نكتب نقرأ ندرس نأكل، فيكم بو متكلمة ألفك. دوم نونك بو متكلمك باس خوي وكسانة ترشك وجار واشب وتعظيم دي، يعني خوي قور كاتب باس خويك يعني كاتي نونك خلقنا السماوات يعني خلقنا يعني خوي قور باس خويك بو تعظيم جدي. أما بو كسانة الكاتي أما باسك نكتب نقرأ يعني بو معنيان يبو بمعنى جماعتي. بله يا أكا
بو كسكي غائبة. عليهم زيد يقرأ كتابه مثلا. يقرأ يعني شيء هو. زيد مثلا يجتهد، يكتب، يقرأ، ينام، يلعب. بيشتي بوتشيا ياءك مخاطبة يعني غائبة، وكسكي غائبة باسيكي. تاءك بودو صنف دي هكا داربن. تاءك بو مخاطبك مذكر دي. علم أنت تكتب الدرس. تكتب تاءك لا تكتبك بو مخاطبك مذكر بيا وبابلي. بو غائب اشتي مؤنث. غائب مؤنث. عليهم هند تكتب درسها. تكتب ليرى مخاطبة. ها تكتب بوشيا تأكا الأول معناكي بوشيا بو مؤنثك كوا غائب باسيكم. أي أجا مؤنثي مخاطب بيقصى كريلا قال ياتشي بيالي. بارك الله فيك. لا لم فعل مضارع درتشوين وش نفس السر فعل مضارع يتر أو فعل مضارع شيا أفعال خمسة. عليهم أنت يا هند تكتبين درسك. فزاني ما تاءك بو مذكرك مخاطبة بو مؤنثك غائبة. كاتي مؤنث مخاطبك أبيت أفعال خمسة. تكتبين، تقرأين إلى غير ذلك. مش بانزاني أم شرط أبي إلا أم حرفان الأولي بي نك أم همزة لتشح فعل همزة بيني واكواب زاني إلا فعل مضارع. مثلا أكل زيد التفاحة مثل. أكل لأول همزة هي وين أكل فعل ماضيا مضارعة ماضية. فنابت هالهمزة بيني يعني يا ببيني يان تاء بيني وابزاني أو فعل مضارعة. أبي أبو أو معنى يعني بيكور ما قلت همزة كبو متكلم به. أكل كاتي متكلم بيه تشيري على آكلوا زينتها بو أو معنى يعني نبي نابي هاش زاني ما عليه ليراد جيم سيمحى عليه أحكام إعرابه وبنائه. وما ندرك كوا فعل مضارع معرب شبيه. أصل فعل مضارع إعرابه مبني شبيه باش لك حالة معربة خوي أصل معربة لك حالة مبنية بيه باسيك إن شاء الله. الله يكم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وبحذف حرف العلة إذا كان معتلا. والماقر فهو بيانا لا تشوه الماقر لا معربات والماقر لا علامات إعراب كان من والماقر لشون خوي لأن شون كان معربة هربو الشيوي هاتوا بشي رفع كريا نموني مثالي كوا فعل مضارع جاء فعل ماضية يكتب ينصب بالفتحة لن يكتب يجزم بالسكون إذا كان صح لم يكتب إذا كان صحيح الآخر وبحذف الحرف العلة لم يدعو لم يسعى لم يقضي عفري. نحو يكتب أم نموني رفعه لن يكتب نموني نصبه لم يدعو ويسعى ويقضي نموني جزمة. باش النصب دي حروف نصب من هي جزمش دي إن شاء الله وريقنا شو خوي. دوم حالة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها إذا كان من الأفعال خمسة. يكتباني إعراب يكتباني شو إعرابك طلع برا شيتي مرفوع بو رفع ولو اشتكى اعتيادي لتجرده عن الناصب والجازم يعني السبب رفع لمضارع شيء كوا ناصب ناتو تسري جازم ناتو تسري وعلامة رفع علامة رفع بو ثبوت النون بو ضمنية والألف
مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت. باشا لن تكتبوا بله أداة نصب. أحسنت. منصوب بلن وعلامة سبب أي أو ألفة بس ما فارقة أي واوكا سير ليف يكفع لي ما شاء الله تنتشتبوا ما درك. ويشافعي رحمتي خايل السلبي عليه علماء النحو جن الإنس. علماء النحو عليه جني بشر كان بابلين بو عليه يبصرون ما لا يبصر غيرهم. يبصرون ما لا يبصر غيرهم يعني شتوى أبين لو فعلا كساتر وشتان أبين سكسي الله يكتبوا يعني لن يدعو يعني لن تشيبوا لن تكتبا لن يذهبا شتان شتيا بس كاتي نحو كذا أزاني نصبي تيا أزاني أم أفعال 5 مرفوعة منصوبة مجزومة أزاني أو ألف شيا أزاني أو واو شيا. علماء النحو جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. رحمة أخوي قولها سليم إمام الشافعي به باشا زاني مان لم تكتبي أبي نمسي برايان شوال بلا مشاركة براس حزكم ما دام أزان ما شاء الله غلط شيء موافير بين عيبني غلط نقي في أخوافير نابي بترسي غلط نكي فير نابي كاتي غلطك أخوة زانيو تاكي إن شاء الله بالحياة. مجزوم بشي بلم مجزوم بلم وعلامة جد والياء أسمع كرتشنجا دوبالي كينو حتى أحسن بالاسم ضمير متصل بله أحسنت. محل شوني شي قرتوتو في أحسنت بارك الله فيك. دينا سزاني مان يعني فعل مضارع جمعت كاتي مرفوع بدو حالتي لو دو حالته درناتشي يان ضمة يان ثبوت نون كاتي نصب يان فتحة يان حذف نون كاتي جزم يان سكون أبيت السيه يان ماشي يان حذف النون يان حذف حرف العلة. بارك الله فيك. باشا دينا سير سيم حالة يبنى استل إعراب درتشوي هاتي تنسر بناء إعراب قران كاري وتغييره بناء هيك نها قري عليه تشكاتي مبني أبي فعل مضارع عليه لدو حالة يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة نحو يكتبن لن يدرسن لم يذهبن سيم نموني هنا وتوا ليكم نناصبها تسرين جازم لدوم ناصبها تسري لسيم حرف جزمها تسري بس فعلا كان نقولها يكتبنها الوخوئتي بو سبب شو كان مبنية معرب ويا قرى سيكتب لن يكتب لنصب قرى لم يكتب لجزم قرى أما يكتبنها هل سي حالتك هيك نقولها سبب شو كان مبنية لإعراب درشو بو مبني باشا يكتبنا فعل مضارع مبنية المعربة سبب بو لاتصاله بنون النسوة أي نون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. باشا أم إعرابته الزحمة في بنا ويتر أم يواد باشا أم فعل يكتبنا ناصبها تسري جازمها تسري فعلي والفعل في محل رفع شوني أو فعل رفع شو كنا ناصب هذا السري جازم هذا السري ودوم لن يدرسنا لن أداة نصب يدرسنا شيء عربيك أما شيء عربي بلا مبنية المعربة بلا منصوب يعني معربة
يدرسن. ها بلا مبنية على المعربة. استبلي لن يدرس نون نسوة بيتسري يدرسن. بله بله إفتشيري فعل مضارع مبني على السكون سبب لاتصاله بنون نسوة أو نون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ليه كم يدرسنا هيش هذا سري ليرا لن يدرسنا ناصب هذا سريانا فتشيري والفعل في محل نصب يان جزمة يان رفعة. ليه كم رفع بويشنا هذا سري دوم نصب بسبب شو كان ناصب هاتو تسري فعل كان ناقوري هر وخوي وايا لا رفع بنصب بجزم بناقوري بس شلونك يقوري زاني ما المبني شلون يقوري فالي والفعل والجملة الفعلية في محل نصب بدن. لم يدرسنا شيء عربيك بلى جزم يذهبنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نون أحسن ضمير متصل مبني على السكون مبني على الفتح يدرسنا نون محلي في محل رفع. أي جملة فعلية أنفعله والفعل في محل جزم بلم شو كان لم هات السريب عليه شيء. والفعل في الأول في محل رفع بو نناصب هذا السري نجازم هذا السري. وفي الثاني يعني وفي المثال الثاني في محل نصب سبب لدخول ناصب شو كان ناصب هذا السري. وفي الثالث في محل جزم سبب لدخول أداة الجزم عليه. باشا شوارم بلى يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون توكيد. يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون توكيد. أم حالتش بناء يعني دو حالة إعرابي ما نهبو دو حالة بناء مانية يكن بناء لسر سكون دوم بناء لسر فتح لجكاتيا إذا اتصلت به نون توكيد نحو أتهملن واجبك چون كان توكيد هروانايا أسبابها يا كاتيني باسكين لرا بهمزة هاتوا يعني هروانايا يعني جاروا يعني تسرف المضارع أسبابها يا لرا أتهملن واجبك شيء عربيك كاك زكريا همزة كتشي لرا استفهام بارك الله فيك تهملن أحسن أحسن بارك الله فيك. نون توكيد شيء أحسن باش كوا فاعلك أتهملن أنت أحسنت. واجب فاعل كمان زاني أنت أبو أحسن مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. أسير أم فتحة هر عيني واجبة اسم مفرد زين ما بشي نصب كريه هر بفتحة يعني هر أواني أو معرباتي أصولته تسر لنا شيء مجواني فيري بإن شاء الله اللي تكناجي مبني على فعل مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. أحسن وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. عفرين بارك الله فيك. باشا ليرة مبنية في محل جر كافك في محل جر بالإضافة. أتهملن ناصبها تسري تشيلي والجملة الفعلية يعني والفعل في محل رفع شو كان ناصب هذا السن نجازم. لعلي أزورك إذن أكرمنك إذن أداة نصبة أكرمن سير
تهملن لرفع يك أكرمن لرفع نصب جزم هنا قري السبب يوجه مرفوع إذن أكرمنك شيت واني عربك سنة إذن ناصبة أكرمن خوي أصلي أكرموا يعني كاتي نون يتسري نون كاتسري نون توكيد وشي أكرمن فعل مضارع أحسن سبب لاتصاله بنون التوكيد باش دقيقة نون توكيد إيش إنيا حرف فتوحي محلي هي محلينية نون التوكيد حرف يفيد التوكيد لا محل لها من الإعراب بوسط دقيقة أكرمن تفعل الذكر كرت شفها عليه مستتر تقديره همزة كبوت شيء أكرمن أنا فعظم مستتر تقديره أنا أي أكرمنك كافك نعم أستبرك قاعدة ورقلاتان إن شاء الله دي لشون خوي الكاف والهاء والياء الكاف والهاء والياء أم ضمائرة إذا اتصلت بالأفعال كانت اتصال كما فعل شيء تكون في محل نصب مفعول به كاف والهاء والياء إذا اتصلت بالأفعال تكون في محل نصب مفعول به وإذا اتصلت بالأسماء تكون في محل جر بالإضافة ليربها بزانين كافك اتصالك بفعل يعني باسم فعل أكرمنك فتشيلي والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به بفعل في محل نصب مفعول به مفعول به هو سبب سبب بو نصب بو جر نبيه شو كان مفعول به دو كات اتصال كاب أسماء في محل جر بالإضافة بها كاف ها ياء والجر من خصائص الأسماء جماعة الإضافة عفوا إضافة لخصائص أسماء أقدار بن نابي لم فعل بلي وهو مضاف أكرمن بلي مضاف نابي أما لتشيوت كاك زكريا واجبك تشيوت كاتي وتي مفعول بمنصوب وتي وهو مضاف اسم المضافة بس أما فعل إضافة ناكرية كافك لواجبك متصل باسم يعني بفعل باسم فتشيوت بتشمانوت في محل جر بالإضافة أما أكرمنك شيري في محل نصب مفعول به إن شاء الله وريق من الشوخوشي باش إذن أكرمنك برام إعرابك طاون أبوه كاك ناوت شيبو برام كاك شاخ إعرابك ما هو نا كافك اشتواه فعلك شي هات السبي إذن شيري هو الجملة الفعلية في محل نصب بإذن بارك الله فيك قال لا سيم لا تهملن حفظك لا تهملوا حفظكم باشتنيا شيلين لا تهملن حفظك بارك الله فيك شيء فرق لا نافية ناهية باسكين للجواز إن شاء الله ناهية جازمة أبي طلبي تيايا لا تهملن كاتب يظلم واجبك إعرابي لا ناهية جازمة تهملن فعل ماضي ماضيا مضارع مبنيا معرب لا سرشي سبب اتصاله بنون التوكيد باش التوكيد حرف يفيد التوكيد لا محل لها من الإعراب أحسن حفظ حسبك كاتب فعل الذكر كده بالدواء فعل كيف بقريه فعل ضمير مستتر تقديره أنت أحسن بارك الله فيك حفظ مفعول به يعني بقى بيشوي بروين السر أوه أم فعل مبنية ناصبها تسريان جازم لا إيه تشيلي والفعل
في محل جزم بلا ناهية. أحسنت. حفظ منصوب. أحسنت. أحسنت. بو زيد شوكا متصلة باسم نالي مضاف إليه. شو حفظوتي مضاف طا كافكوتي مضاف إليه نابي بو شوكا مبنية. أما المعرب عليه لا يعني واجب زيد مثل زيد الله مضاف إليه مثل. بس أما الكاتي كافك بيا عليه ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. أحسنت بارك الله فيك. قال والفعل في الأول في محل والفعل في الأول غلط لرفع كينية. والفعل في الأول محل رفع يعني في محل رفع. وفي الثاني في محل نصب. وفي الثالث بولا أول محل رفعة شنكا هيج نهات السري. لدوم بولا محل نصبة شنكا ناصب هذا السري. لسيم لمحل جزمة شنكا جازمة. خواهي قولوا فرموي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن شي إحراب يكابون يرضعن بلي باش جاري بيشو فعل كماضية يان مضارع يان أمره. مضارعة بارك الله فيك. مضارعة معربة يان مبنية سير بحصرك ماضي مضارع أمر مضارعة معربة يان مبنية. مضارعة ثاني معطاه مبنية مبنيش دو حالتي هي يان فتح يان سكون. السبب أحسنت شيلي يرضعن فعل مضارع إيه؟ السكون سبب والنون أحسن مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية والفعل انفعلا شوني رفعة نصبة چونك أخوي لرفع ونصب وجزم هر ناقوري أغنى كلا قليبيا بس شوني كي قوري ليرة شوني چيا ناصبها تسري ناصبناها تسري نواصب ولين إن شاء الله جازمها تسري نها تسري إن شاء الله. فالي والفعل في محل رفع. بارك الله فيكم. الله في محل رفع للتجرد عن النصب والجازم والله أعلم. ليرة دي كنا درس كمان إن شاء الله بوده حفتي إذا امتحان تان هي حتى إيرا نا إيش من نظمني إنجا بس نظم كهرباء لبريكن فلا نظم كمان نخينا أيوة نظم كابين السري. على باب قسمة الأفعال وهي ثلاثة ماضي قد خالا مع فعل ماضي وفعل أمر ومضارع تالا. فعل ماضي مضارع أمره. على باب أحكام الأفعال فالماضي مفتوح الآخير أبدا يعني مبنية. والأمر بالجزم لدى البعض ارتادا. يرك يا شيخ يا وتي والأمر بالجزم جزم يعني معربة. فبعض أهل العلم قالين شيء قالين ما بس بجزم ليرة يعني بناية بس لا والله أعلم لا يكون فيها كان فعل أمر فعل دوشي وماضي ومضارع يعني هي. أما أمرك لا يعني أصلي مضارعة يعني أكتب قالين أصلي مجزومة بلام الأمر لتكتب جواز مرقين إن شاء الله. فلا يكون فيها كان الأمر يعني فعلك مضارعة مجزومة بلام أمر مقدر. فبوي ليرا لسر أصلك هنا يأتي كاتي ابن أجمل والأمر مجزوم أبدا والله أعلم. قال ثم المضارع الذي في صدره أي في أوله إحدى زوائد نأيت فدره يعني زوائدي للسراء كوا نأيتوا زاني من معنى كيشي
وحكمه الرفع إذا